فتواعدوا من غد عند أمير البلد. فلما جاء من غد تعمد أبو حنيفة أن يتأخر عليهم، فلما جاء وصل متأخرا قال بعضهم لبعض وهم يشيرون إلى أبي حنيفة، قالوا انظر إلى هذا الرجل الذي تدعي أنه من علمائكم وأنه يدعو إلى الخلق الحسن والوفاء بالعهد والوعد، يأتي متأخرا. فسأله الأمير قال لما تأخرت يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة إني لما أردت أن أعبر النهر لأصل إليكم ما وجدت مركبا. فقال له الأمير فماذا فعلت؟ قال انتظرت على شط النهر أنتظر أن يأتي مركب، فبينما أنا أنتظر إذ هبت ريح شديدة، ثم جاء مطر شديد، ثم صاعقة، فأقبلت صاعقة فشقت الشجرة التي بجانبي نصفين، فوقع نصف في البحر في النهر ونصف في البر، صدفة كذا انقسمت بهذه القسمة. يقول ثم صدفة قفزت قطعة حديد من الأرض، ثم صدفة انطلق غصن من أغصان الشجرة ودخل في حلقة في قطعة الحديد فتحولت إلى فأس، صدفة من غير صانع. ثم صدفة أقبل هذا الفأس وأخذ يضرب الخشبة التي في النهر، سبحان الله، لم يضرب اللي في البر، ضرب اللي في النهر، صدفة. وهم الملاحدة يستمعون إليه ويلتفت بعضهم إلى بعض، يقول هذا مجنون ولا عاقل؟ يقول ثم صدفة لما تم صنع القارب أقبل هذا الفأس صدفة إلى ألواح مرمية بجانب القارب وصنع منها مجاديف، ثم صدفة قفزت المجاديف إلى جانبي هذا القارب فأقبلت وركبت، ثم سبحان الله صدفة من غير ما أقول للقارب توجه إلى الأمام، فإذا بالقارب يسير من نفسه حتى وصلت إليكم. عشان كذا تأخرت يا أيها الأمير. والآن تعالوا نبدأ المناظرة التي اتفقنا عليها، هل الكون له خالق أم وجد صدفة؟ فقال له أولئك الملاحدة انتظر أنت مجنون أم عاقل؟ قال لما؟ قالوا معقول قارب كامل يوجد من غير صانع، يعني لو مشينا لك أن الصاعقة ضربت الشجرة وقسمتها نصفين، ومشينا لك أن نصف وقع في البر ونصف وقع في البحر، كيف يأتي هذا الفأس ويصنع من غير صانع؟ معقول؟ ثم كيف يجدف ويصل إلى هذا المكان؟ كيف ما حمله التيار وقذف به يمين؟ أنت معقول ولا أنت مجنون ولا عاقل؟ فقال أبو حنيفة سبحان الله، أنتم الآن تدعون أن هذه السماوات السبع بنجومها وكواكبها وجريانها، والشمس تطلع في وقت محدد وتغيب في وقت محدد، ولها ارتفاع محدد لا ينقص ولا يزيد، وهذا القمر الذي نعرف به حساب الشهر أننا بالنظر إليه فقط نعرف أننا في أول الشهر أو في ثلثه أو في نصفه أو في الثلث الثاني، وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه النباتات والحيوانات والجبال، تزعمون أن كل هذا وجود صدفة، ولا تصدقون أن قاربا واحدا فقط وجد صدفة. فبهت الذي كفر.